كيف العالم القروي، وما احوجنا من مناصب شغل قاره العالم القروي. اذا هذا الدوره الاقتصاديه ديال البلاد كيشجعها ويساهم فيها انتاج ديال البيض السلام. ما موقفك أستاذ من مراكز التكوين المرتبطة بتربية الدواجن بالخصوص؟ وهل تسد بعض الفراغات داخل بعض الضيعات الفلاحية وخصوصا الضيعات التي ترتبط بتربية الدواجن؟ يا مراكز التكوين الحمد لله اليوم في المغرب موجودة على الصعيد التراب ديال المغرب عدة مدارس، وعدة مدارس اللي بيناتهم الثوارات. المدرسة ديال السويلة في مراكش عندها تخصص ديال الدواجن، وحتى المستوى ديال هاد لي تكنيسيان حسينا به في السنوات الأخيرة واللي تيرتفع نظرا لأنهم تيديروا دي ستاج بشكل مستمر عند المربيين وكيستجبوا لسوق العمل وما كيطلبوا سوق العمل في هذا الميدان. نشكرك كثيرا سيد رئيس المحكمة ودكتور الإصلاح. ما زال هناك دور آخر سيد محترم قدمنا كتب العام للجمعية سيد الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي البيض السلام. نعلم جيدا أن الكاتب العام له دور كبير داخل الجمعية في وضع البرامج والمخططات والسهر على التنسيق بين جميع الفروع التي تنضم داخل هذه الجمعية الوطنية. باعتبارك كاتب عام، هل لك أن تعطينا خلاصة مقتضبة حول أهم المسؤوليات المنوطة بك داخل هذه الجمعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عمل تكونت الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، انضمت لها الجمعية ديالنا مع 4 جمعيات أخرى، ومن سنة 95 إلى حد اليوم ما فتحنا نسهر على تنظيم العمل الجمعوي، تنظيم المربيين وتشجيع المربيين على الانضمام المشاركة في العمل الجمعوي. وعلى مدى هذه السنين حققنا الحمد لله إنجازات ملتقيات كالمعرض الدواجن اللي نشاركوا فيه ضمن الفيدرالية، اليوم العالمي للبيض اللي هو هذا المناسبة اللي كنستفيدها اليوم، اليوم الوطني للبيض، وكنشاركوا كذلك في معرض الكناس للفلاحة. كنصبروا على عصرنة العمل الجمعوي والتنظيمي واستقطاب ما أقصى عدد ممكن من المنتجين حول فكرة وسياسة واستراتيجيات الجمعية. بالفعل الوطنية تمثل جمعية وطنية اقتصادية لها روح وطنية ورغبة أن يعمل في رسم طريقة جديدة للإقلاع الاقتصادي. ألا ترى معي سيد الكاتب العام للجمعية الوطنية المنتجة بيض أن أغلبية الجمعيات في المغرب تتبع كل البعد عن ما هو اقتصادي، وأغلبها جمعيات صغيرة على الحصول على الدعم ثم تختلف من رفع المصلحة الجمعوي. ما موقفك من موقف
موقف وحقيقة الجمعية ديالنا هو موقف مخالف جدا لهذا. بالعكس احنا القطعة ديالنا النسيج الاقتصادي الفلاحي الفيدرالية ديال السيكتور ديالنا هو من القطاعات المهيكلة بشهادة الجميع. وهذه الهيكلة وهذا المستوى اللي وصلنا ليه إلا بالكذب بالمصداقية وبالثقة المتبادلة اللي كنخدموا حنايا كجمعية مع الإدارة في واحد الشراكة إيجابية. العمل الجمعوي صحيح لأنها عمل جمعوي ماشي ديال خلية النحل وفيه عطاء بدون مقابل. فهمتي؟ هذا هو ما لاحظنا عن الجمعية الوطنية للمنتجين بالسياق أن هناك انسجام تام ما بين جميع الأعضاء، وهذا يرجع في الفضل إلى الجانب الإنساني والجانب الذاتي ثم أيضا الهم الجمعوي. كيف تقرأ اليوم التشجيعات التي حددت لبعض المنتجين البيض أو مربي البيض؟ كيف تقرأ ما هي قراءة الاجتماع للمربي البوادي عبر جميع المدن التي تم اختيارها؟ المشاركات في الجائزة أول ما قلت له مبادرة طيبة من طرف الجمعية ومن طرف القطاع كامل بأكمله. أولا تثبيت ثقافة غذائية متوازنة اقتصادية وفي متناول الجميع، اللي هي تثبيت أن البيض بريء من الصفات أو الخاصيات اللي كتطلق عليه بصفة مغلوطة، بأن البيض هو منتوج في ظروف صحية وعقلانية وعلمية ومراقب من الألف إلى الياء. أنا ما نسيتش ما أريد أن أركز عليه وهو إعطاء الأولوية للمرأة المغربية وتشريفها باعتبارها فاعلة اقتصادية واجتماعية. هذا يعتبر يعني صبر للجمعية الوطنية إلى رفع معنويات المرأة المغربية التي لم تعد امرأة تشبه جملة اعتراضية لا محل لها من التاريخ الاقتصادي والسياسي، وهذه المسألة أكدت ما هي آخر كلمة ممكن كلمة هو احنا كنشكروا الشركات وكنقدموا لهم تحية وأسمى عبارات تقدير. حنا كنقدروا الدور الفعال اللي كتلعبوا المرأة المغربية في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتربويا. كنشكرهم على المشاركة وعلى الاهتمام بالمنتوج ديالنا والتشجيع ديالنا. حنا شجعناهم لأنهم كيستحقوا التشجيع وكل التشجيع. شكرا نعود المشاركة ما يقلبش شوا. ماذا تمثل مدينة شيشاوة؟
لا تذكر الذين الشيشاوي. لا لا الشيشاوي الجذور ديال الشيشاوي. لما كتهدي هذا نعم بمعنى انها تقدم هذه الهديه وهذه المسابقه الى كل سكان مدينة شيشاوة والنساء الدرجة الأولى وزوجها المحترم وابنها المصري. ومثلا الفوز وتكرار. الاسم ديالك والمنصب. احمد فاضل كاتب عام الفيدرالية الأكاديمية هذه قطاع الزواج. نجري معك الحوارات كيف تقرأ اللقاء الجمعوي الذي عقدناه اليوم؟ وفي الحقيقة أي لقاء ما كيكون من وراه غير الاستفادة وما كيكون من وراه غير المنفعة لا بالنسبة للجمعية كجمعية ولا بالنسبة للأعضاء ديال الجمعية مع بعضياتهم الأعضاء ديالهم ومع الفاعلين الجمعويين كذلك ومع المهنيين ومع رجال الصحافة ومع الأطباء ومع الدكاترة. وهذا اليوم الوطني اللي درت لايف فيه بمساعدة الأجهزة وخطاب واحد اليوم تحسيسي من أجل إعطاء البيض الحق ديالها، لأن البيضة صراحة متهمة خطأ كثير ديال المسائل، ولكن هذا اليوم هو للتبيان وتبيين وإيضاح بعض الأمور عن الفوائد ديال البيض وعن المشاكل كذا اللي كيعانيه المربين ديال البيض. هذه الفئة اللي كتعاني سنوات وسنوات عدة مشاكل. هذه المشاكل اللي كيعيشها القطاع تاع الدواجن بصفة عامة، نعم، وخصوصا قطاع البيض بصفة خاصة بغلاء المواد الأولية لهذه العامين ولا 3 سنوات كنعيشوا واحد الغلاء غير مسبوق عالميا، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج وعلى المنتوجية وعلى